السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. أهلا وسهلا بكم على قناة توجي أم بدر. وحشتوني جدا جدا من آخر فيديو أنا عملته. النهاردة جاية لكم بموضوع حصل اليومين اللي فاتوا، اللي هو إيه؟ حادثة ال19 بنت اللي توفوا. قبل ما ابدا اي كلام، انا من الناس اللي ما بحبش اطلع اتكلم على فيديو او على حد يكون توفى علشان ما اطلعش على حساب الاخرين وهيص في الزيطه زي ما بيقولوا. لكن سبب الفيديو ده هو تعليق انا شفته في احدى الفيديوهات اللي كانت بتنزل على مصرع البنات اللي توفت. التعليق ده كان مستفز جدا جدا. في بداية الموضوع انا عايزة اقول لكم ان كل بيت مصري فيه مشاكل الهد، بمعنى ان كل بيت مصري فيه بنت او فيه شاب. البنت دي بتطلع تشتغل علشان تعين اهلها في المعيشة، او على الاقل بتساعد نفسها في الجهاز. وده مش عيب ولا عيب حد، لا يعيب الاب ولا يعيب الام. احنا بنربي البنت وبنربي الشاب، بنوديه احسن مدارس، او على ما احنا بنعتقد بنربيه احسن تربية، ودي حاجة انا مضمونة او انا ضمناها. بندخله المدارس اللي احنا بنقدر على تكاليفها. بنعمل حاجات كتير جدا علشان نربي انسان او انسانة تعرف تتصرف وتعرف تشيل مسؤولية، وده ما يعيبش اي حد. البنات دي طلعت تشتغل بيومية 130 جنيه، وده في الظروف اللي احنا فيها دي حاجة كويسة جدا، انها تساعد بيتها واهلها وابوها، وفي نفس الوقت تساعد نفسها وتجهز نفسها. هو ده عيب يا جدعان؟ لا مش عيب. الله يرحمهم يا رب ويجعل مثواهم الجنة. ولو وصلتوا لحد دلوقتي الفيديو ده لحد الثانية دي، يا ريت تترحموا عليهم في التعليقات. طيب، سبب الفيديو ده وسبب ان انا طالعه اتكلم عنه ايه هو التعليق؟ تعالوا نشوفه مع بعض. تعليق واحد بيقول كل بنت فيهم كانت طالعه تشتغل علشان تحقق استقلالها عن سلطة ابوها، او عشان تجهز نفسها وتمضي عريسها على قايمة بجهازها عشان تهدده بيها وقت اللزوم، او تناطح ابوها انها تشتري حاجات عايزاها ضد رغبته، او طالعة عشان تشقط عريس، فهي مجرمة وجابته لنفسها. انا عايزة اعرف رأيكم في هذا الشخص ايه، ومش رأيكم في هذا الشخص، رأيكم في كل واحد بيفكر بالطريقة دي. احب اقول لهذا الشخص المريض سوي ومريض نفسيا علشان يقول كلام زي كده لبنات طالعة تاكل عيش، وبنات يعتبر في سبيل لقمة العيش انها شهيدة عند ربنا. انت دلوقتي اب وبتاخد 5000 او 7000 جنيه، وبنتك كبرت ولوازم البيت بقت كتير. البنت عايز تتجهز، الابن عايز مصاريف، البنت عايزة جهاز والأجهزة كلها بقت مولعة نار. الأب اللي عنده 7000 جنيه ده أو اللي بياخد 7000 جنيه ده في المعيشة اللي احنا فيها في الوقت ده هيجيب جهاز، يجيب تلاجة مثلا ب30 40 ألف جنيه، يجيب بوتاجاز ب30 40 ألف جنيه. ده كلام مجازا يعني، مش لازم يعني يكون هو نفس الرقم 30 40 ألف ده مثلا. وفعلا الأجهزة مولعة نار وكل حاجة بقت مولعة نار. الأب ده هيجيب منين؟ فبالتالي أولاده إذا كانت بنت أو شاب بيحاولوا يعملوا حاجة لأهلهم. خلاص احنا كبرنا ونعتمد على نفسنا ونشتغل، واللقمة اللي بتيجي تقضينا والقرش اللي بيطلع نخش فيه جمعية علشان نسد حاجتنا، وما نطلبش حاجة من حد ولا يا ربنا يحوجنا لحد. هو ده عيب؟ هو ده إجرام؟ هو ده يعيب أي حد؟ 90% من الشعب المصري بيعملوا كده. البنت بتطلع تشتغل علشان خاطر تخش جمعية. ايه المشكلة لما تيجي واحد زيك بتفكر دي عايزة تجيب عفش عشان تمضي عريسها بالقايمة؟
عشان تمضي عريسها بالقايمة عشان تضمن حقها، عشان ما يجيش واحد محتال زيك ياخد عفشها ويطردها بشنطة هدومها ويقول لها انتي مالكيش حاجة عندي. تتعب وتتبهدل وتشتري وتعمل وتسوي، وفي الاخر تروح بيت واحد محتال هو وعيلته وتاخدوا عفشها وتبهدلوها وتجوعوها، وفي الاخر تقول يلا اهو ماتوا، دول مجرمين في حقهم في حق نفسهم. الشخص السوي ده المريض نفسي، عايزه اقول له يعني مفيش غير حسبي الله ونعم الوكيل. من ناحيه مصرع الاطفال، انا اعتبره بالنسبه لي اطفال، ربنا يرحمهم ويجعل مثواهم الجنه ويصبر اهلهم. انا عايزه الناس بقى اللي بتسمع التعليق ده هي حاسه بالحرقه اللي جوايا، اللي انا عايزه اوصلها للناس الاسوياء. لما واحد يطلع يقول كلمتين زي دول للاطفال دول او للبنات دي اللي طالعه تشتغل، طب فين ربنا يصبر اهلهم؟ لو انت ما عندكش كلمه تصبر اهل الناس دي تقولهاش. انت ما دخلتش في بيوت الناس، وما بكلمش صاحب التعليق بس، انا بتكلم اي حد بيفكر نفس تفكيره. الاب ده لما يكون محتاج وعايز حاجه في بيته ويجي يتسند على بنته اللي كبرها، خلاص الاب ده كبر بنته صغيره، ولما كبرت بقت عندها 20-30 سنه او عندها 20 سنه، هو كمان كبر في العمر وطاقته خلاص راحت. لما بنته تفكر تسنده وتروح تشتغل بالحلال بيومية وهم محترمين بلبسهم وبحجابهم، يتقال عليهم الكلمتين دول، طب ده يرضي ربنا؟ الناس دي تقولوا لها ايه؟ المشكلة ان بعض الشباب فاكرين ان القايمة بتتكتب عليهم علشان خاطر تحبسهم. وليه ما تفكرش ان انت لما تاخد بنت الناس والعفش اللي هي بتجهز فيه ان انت تحافظ عليها وتحافظ على عفشها؟ ليه عندك نية السوء ان انت فاكر ان هما لما يمضوك على القايمة ان هما هيسجنوك، لما يمضوك على القايمة ان هما هيذبحوك؟ ليه ما تفكرش ان تاخد بنت الحلال تسترها، ما تجوعهاش، ما تعملش، ما تسويش؟ ليه تفكر ان انت لما تيجي تتجوز البنت بقى وتقوم ايه تيجي هي بقى وعفشها واخضر بيها ومشيها واجيب واحدة تانية عليها؟ ما هو ده تفكيركم. لما واحد منكم ولا اتنين ولا اكتر من شخص بيفكر التفكير ده، وعلى فكرة انا شفت بعناية النموذج ده، النموذج اللي بياخد البنت في بيته واخد العفش واخد الاجهزة، ويوم ما طلبت الطلاق عشان خاطر بتتضرب وعلشان ما ادهاش حاجة من عفشها، ولما راحت اشتكت اخدت نص البطاطين والفوط والحكايات والروايات، نص اللي هي جابته، وكسر لها التلاجة وكسر لها البوتاجاز وكسر لها المطبخ. دول حاجات متكسرة. هو العيب من مين؟ العيب منك انت، علشان انت ما احتويتش الست او البنت اللي دخلت بيتك. ما علينا، عشان ما نخرجش بره التفاصيل. مفيش غير كلمة واحدة فيك انت والناس اللي بتفكر زيك غير حسبي الله ونعم الوكيل، وربنا يرحمهم ويسكنهم فسيح جناته ويصبر اهلهم يا رب العالمين.